نيجي بقى احنا عرفنا دلوقتي هو احنا يعني خلاص عرفنا ان احنا بنشتغل ليه. مش بنشتغل عشان الفلوس بس، الفلوس اساسيه بس في حاجات تانية كتير. ناقص بقى عشان نعرف ان احنا نختار الشغل بتاعنا لازم نعرف هو انواع الشغل بتاعنا ايه. ايه انواع الشغل اللي احنا ممكن نشتغله؟ وده السؤال اللي بنتساله كتير. يعني الطلبه اللي في الكليات، احنا معانا ناس كتير في الكليه هنا بيجي يسالوا والله انا دلوقتي اتخرجت من الكليه، مين اتخرج من الكليه؟ هو الفكره زي ما حضرتك ما بتقولوا كده ان احنا يعني هي تفرق من شخص لتاني. فخلينا نعرف الاول مميزات الوظيفه ومميزات العمل الخاص. وفي بقى حاجه اتقالت من الاستاذه هنا، اسمك ايه؟ من احمد، قال حاجه حلوه قوي. قال لك ما اصل هي تفرق من واحد للتاني، حتى المميزات والعيوب على فكره تفرق من واحد للتاني. يعني انا دلوقتي هقول لك المميزات والعيوب بتاعت كل واحده ده عن رايي الشخصي، لكن حضرتك ممكن تلاقي العيب اللي انا بقوله ميزه بالنسبه لك، والعكس صحيح. تمام. يعني تعالوا نشوف كده الوظيفه. لما نيجي نقول ايه مميزات الوظيفه، في ناس بتبقى فاكره الوظيفه دي كلها عيوب، يعني حاجه وحشه احنا متأيدين. لا، دي فيها مميزات كتير جدا. اولا ان الوظيفه فيها عامل الامان عالي جدا، خصوصا لو حضرتك شغال في شركه محترمه، يعني شركه بتراعي ربنا في الموظفين بتوعها، فانت هتلاقي ان عامل الامان عندك عالي جدا. كويس، طب دي حاجه حلوه. تمام. هنقول ان الوظيفه ممكن توفر امان، زي ما قلنا هي بتختلف من واحد للتاني، بس هي ممكن توفر امان لو انت شغال في شركه فعلا محترمه. تمام. طب ايه كمان؟ هي فيها ميزه مهمه قوي كمان، ان هي بتديك تاسكس محدده، انت بتبقى عارف التاسكس بتاعتك ايه، يعني في مهام محدده ليك. انت مش ماسكينك كده ورامينك في البحر. لا، انت عارف انت بتعمل ايه، انت مسؤول عن ايه بالظبط. والله انا في قسم الاتش ار مسؤول عن عقود الموظفين، انا في قسم كذا مسؤول عن كذا، انا عارف انا ايه التاسكس بتاعتي، مش مسؤول عن كل حاجه وخلاص. تمام. فدي من ضمن مميزات الوظيفه. طب ايه عيوب الوظيفه؟ دايما بنحس ان الوظيفه بيبقى ليها سقف مهما كان، الا بقى في الحاجات النادره، يعني زي مدير تنفيذي في شركه انترناشونال زي اللي كنا بنحكي عليه جاك ويلش في الاول كده. دي حاجه، لكن في الاغلب ان الموظف بيبقى ليه سقف. يعني حاجه زي ما بنقول في قسم الاتش ار، موظف في قسم الاتش ار السقف بتاعك انت عارف ان انت هتوصل لمدير الاتش ار وهتقف، هتعمل ايه يعني؟ تمام. في الاغلب ده الغالب يعني. فدي من عيوب الوظيفه. في ناس تانية قالت الروتين، مع ان في ناس بتحب الروتين، يعني في ناس تحب ان هو تبقى شغاله في حاجه روتينيه. فطيب نيجي نشوف بقى العمل الخاص. هو سقفه بعيد، يعني حتى لو انت معترضه على ان هو ملوش سقف، حتى لو ليه سقف فسقفه بعيد قوي، واللي بيوصل له قليل، فانت تقدري ان انت تتوسعي كتير فيه. تمام. تقدري الميزه اللي فيه ان هو ان انت تقدري تستخدمي الكرياتيفيتي بتاعتك، بتعملي كل اللي انت عايزاه. الموضوع عامل بالظبط زي ان انت مولود جديد او بيبي، انت بتربيه زي ما انت ما عايزه، بتجرب. تمام. طيب، فاحنا برضو ما جاوبناش. طب احنا ما جاوبناش انهي الاحسن نعمل، يعني او نشتغل في وظيفه ولا نعمل عمل خاص او عمل حر. طيب هو احنا هنجاوب على السؤال ده، يعني هنقول احنا بنقول ايه للناس لما بنتسال السؤال ده. بس خلونا الاول هنتفرج كده على حته من فيديو. الفيلم ده اسمه اب ان ذا اير، لو حد يعرفه. تمام. فيلم بتاع جورج كلوني. في الفيلم ده هو بره، احنا في الشركات القطاع الخاص بقى، مش زي ما كنت بتقولي من شويه، صعب ان هم يمشوا حد بسهوله كده، مش الموضوع مش سايب زي عندنا. بالظبط. فبره لا، هو مش بسهوله ان انا ممكن اجي امشي الموظف بدون سبب، ده لازم يبقى عندي سبب، ولازم يبقى عندي سبب قوي كمان. ولو ما عنديش سبب قوي، الموظف ده ممكن يرجع يرفع عليا قضيه ويعمل مشكله للشركه. ايه؟ بلاش قضايا. لا انا بتكلم بره مصر مش في مصر. لا انت هنا لو عملتي قضايا هتاخدي جزائك برضه ان انت رفعتي عليهم قضيه يعني. لا احنا بنتكلم بره مصر. تمام. فبره هتلاقي لا، بره غير عندنا. طيب فبتلاقي ان الشركات الكبيره لما بتحب ان هي تسرح موظفين، بيبقى معينين ناس مخصوصه عندها قدره على الاقناع ان هي تقعد مع الموظفين دول وتقول لهم والله احنا معلش احنا ناويين نستغنى عنكم، ويحاولوا ان هم يوصلوا معاهم لديل ان هم ياخدوا مكافاه نهايه خدمه او ياخدوا معاش معين، بس سكتي كده وفي هدوء من غير ما يرفعوا قضيه علينا. تمام. فهو جورج كلوني كان من الناس دي، هو اللي بيبقى مسؤول ان هو يبلغ الموظفين ان هيتم تسريحهم. تمام. المشهد اللي احنا هنتفرج عليه ده، انا عايز حضرتك تتخيل هو جورج كلوني قاعد هو وزميلته بيرفدوا واحد. فعايز تتخيل كده وانت قاعد، ارجع كده في الكرسي وانبسط وتخيل ان انت مكان الراجل اللي بيترفد ده، سواء انت في قطاع خاص او حتى في قطاع عام. مع الاستاذه بتقول ان حتى في القطاع العام بيمشوهم، او حتى يا سيدي بلاش هيمشوك. ما- غير كده. غير انت حافظه بيعملوا ايه. لا غير كده كمان، يعني ما انت في يوم من الايام هتتحال على المعاش وتلاقي على نفسك قاعد في البيت تماما. تمام. فتخيل نفسك كده مكان الراجل اللي بيترفد، وبعد كده هنكمل.
What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? I make about 90 grand a year now. Unemployment is what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, you know, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. طيب من اللي احنا شفناه كده، هو زي ما اتفقنا، هو جورج كلوني وزميلته كانوا قاعدين بيحاولوا ان هم يرفدوا الراجل ده في هدوء. تمام. وزي ما اتفقنا من قبل الفيديو، انت هتحاول ان انت تحط نفسك مكان الراجل ده، سواء انت في قطاع خاص او سواء انت في قطاع عام. تمام. طيب ساعتها مش هيبقى قدامك حل من الاثنين. يا اما انت، هو الراجل ده هو يعني كان بيحب ان هو يطبخ، وحتى لما قدم السي في بتاعه من حاجه و20 سنه كان كاتب ان هو بيحب يطبخ. مش بس كده، ده هو كمان كان واخد كورسز واشتغل في الطبيخ. لكن هو لما راح في الشركه زي اغلبيتنا كده، بيشوفوا هو الكليه بتاعته بتاهله ان هو يشتغل ايه، فبيدهنوه اسود ويحطوه مع العبيد ويشتغل نفس الشغلانه اللي تنفعه الكليه بتاعته. للاسف واضح ان في عبيد هنا كتير فبيضحكوا. تمام. طيب المشكله هنا ان احنا بقى هم بيخبوا علينا اجابه السؤال، او ما بيقولوش السؤال كامل. هو السؤال اللي احنا قلناه ده عامل بالظبط زي السؤال بتاع احمد حلمي اللي هو القطر اسرع ولا النخله اطول. تمام. هم الحقيقه الاثنين مكملين لبعض، زي ما في حد هنا كان قال هو الاثنين لازم حسب الترتيب بقى. فهو لما نيجي نشوف تاني انواع الشغل هنلاقيهم ان هم 3 مش 2. هو يا اما حضرتك تكون في وظيفه، سواء وظيفه في قطاع خاص او في قطاع عام، او ان انت تعمل العمل الخاص بتاعك، او ميكس بين الاثنين. مين اللي كان قال هنا الاثنين؟ بالظبط كده، ان احنا محتاجين الاثنين. هو ده اللي احنا محتاجينه في حياتنا. تمام. اصل هو في الحقيقه انت حضرتك ما بتخرجش من الكليه عندك الخبره الكافيه ان انت تفتح شركه. صعب جدا، الموضوع صعب مش زي ما انت متخيل. لو حضرتك متخيل ان صعوبه ان انت تفتح مشروع هو ان انا ازاي اجيب خامات او ازاي اجيب بضاعه وبعدين ازاي اسوق البضاعه دي، فانت مخدوع. مش هي دي الصعوبه بتاعه المشروع. هو الصعوبه بتاعه المشروع ان انا ازاي ادير المشروع ده، ازاي ان انا اتعامل مع الازمات، فن تعامل الازمات ازاي اصلا ان انا لو عايز اكبر المشروع ده هكبره ازاي. عشان تكبر مشروع ده ليه اصول. يعني في ناس كتير قوي بتفتح مشاريع وبعد ما تفتحها بتنجح، بس تيجي تحاول تكبر بتلاقيها وقعت. هي مش عارفه المشروع بيكبر ازاي.
ابسط حاجه انت بتعين الموظفين ازاي. يعني انا فاكر اول ما فتحت المكتبه والدنيا زهزهت معايا بقى وعايز اعين حد، كنت بطبع على ورق كده ان مطلوب انسه للعمل ورقم التليفون، وننزل نعلق على العمدان بالسلوتيب. ما انا مش عارف هم بيعينوا الناس ازاي. تمام. فحضرتك بتبقى محتاج الوظيفه تدخلك ورا الكواليس زي ما بيقولوا، انت محتاج الوظيفه تديك خبره. كان عمر صح، كان عمر قال لنا ان هو احنا يعني بنخش في الوظيفه عشان ناخد خبره الاول، طبيعي. تمام. انت بتخش في الوظيفه عشان تشوف والله هو الناس دي بتعين موظفين ازاي، هي الناس دي الناس دي لما بيحصل ازمات بتتعامل مع الازمات ازاي، بيعينوا ناس ازاي and so on. تمام. بعد كده انت بتكون جاهز ان انت تفتح مشروعك الخاص، بس تقدر تعمل ميكس ما بينهم. زي ما حضراتكم قلتوا كده، احنا ممكن نعمل ميكس ما بينهم خصوصا في المراحل الاولى.